السلام عليكم على كل اللي بيشوفوني، واهلا بمتابعين مطبخ ندى. زي ما انتم شايفين اكبر هديه جات لي على القناه من حبيبتي وصاحبتي يوما. لما كنا في الجوله قلت لكم ان هي شحنت لي الطرد ورفضت ان هي تجيبه علشان يعني اقبله او ما اقبلوش. هي ما كانتش عايزه تغامر بحاجه زي كده فراحت شحنته. طب هتعرف عنوانك منين؟ المفروض ان احنا كنا متفقين ان هي هتجيلي البيت نتقابل، بس في اخر لحظه بعد ما خدت العنوان وخلاص مظبطين ان هي جايه عندي قالت لي لا احنا نطلع بره ونصور ونتفسح بره وكده. فمن هنا طبعا هي عارفه العنوان، اتاريها كانت مخططه يعني. الكرتونه اهي وصلت، هفتحها معاكم ونشوف. يعني بجد انا يعني مش عايزه اقول لكم، انا مستعجله بجد ان انا افتحها وعايزه اشوف جواها ايه. يعني كرتونه كبيره مش صغيره. بسم الله كده. اهي فتحت. بسم الله كده. كده هي مبدئيا شكلها ادوات مطبخ يعني كله متغلف الا دي مبشره وقطاعه بطاطس. هي مبشره بس انا مش عارفه هي بتستعمل ازاي بصراحه. يعني من هنا بنقص، هو المفروض ان هنا ليها 4 استخدامات. مبدئيا انت عارفه ان انا بعشق ادوات المطبخ وعارفه انها نقطه ضعفي بجد، فتسلمي جدا جدا عليها. ومغلفه لي كل حاجه، وهقعد بقى افتح واقطع بجد يعني. ناويه تعب يا يوم، ناويه تعب يا يوم. تعبتي نفسك وكلفتي نفسك، ويعني بصراحه كانت كفايه الفسحه الجميله اللي انت فسحتيها لي، لانها بجد كنت محتاجه ان انا اخرج واتفسح، وانت جيتي لي في الوقت المناسب ان انا اخرج. فده ايه ده؟ هي برضو حاجه مطبخ، هي برضو اداه مطبخ. لا 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 لا، بتهزري. طبعا عشان هي شايفه معاناتي في المطبخ لما باجي اعمل تورته فبتعذب. ما شاء الله عليكي بجد، يعني انا مش عارفه اقول لك ايه. يعني انا بموت في ادوات المطبخ. تسلمي يا يوم يا رب. ده كده نفتح بقيه الحاجات اللي انت مسلفناها دي. ده ايه ده؟ ايه ده؟ هو برضه ادوات مطبخ انا متاكده، اصل يا جماعه كل اصحابي عارفين ان انا نقطه ضعفي ادوات المطبخ بجد يعني. الله والله. وهحط البيض في علبه. انا تملي برميه في الطبق كده او في البياضه بتاعت التلاجة. جميله جميله بجد يا يومه. تسلمي لي يا رب، تسلمي لي وتسلم مجايبك وتترد لك احسن منها باذن الله. حلوه قوي، حلوه قوي وخامتها نظيفه. انا بحب افتح الحاجات الكبيره، بحب افتح انا الحاجات الكبيره. ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا، شغل عالي، شغل عالي يا جماعه. يعني بجد هي تعبه نفسها، يعني مش اشتريتهم بس، لا وغلفت وبعتت. طعم علب. انت بتجهزيني بقى، انت كده بتجهزيني. بصوا انا برمي في الارض بعد كده كله يتلم. الله. كام علبه؟ شوفوا بقى كام علبه، شوفوا معاكم بقى كام علبه. يومه كده انت. طب انا عايزه افهم بس، انت بتجهزيني ولا بتجهزي ندى؟ عشان ابقى عامله حسابي يعني وفاهمه يعني. بسم الله. ادي علبه. انا عندي الطقم ده بس مربع، عندي منه 5. ادي 2، ده 4 علب على فكره يا جماعه، لان انا شايفه طبعا الكفر. ادي 2، ادي 3. الله يا اختي جميله، ايه ده؟ جميله. تسلمي لي يا يومه يا رب، وتسلم ايديكي ويسلم ذوقك ويسلم تعبك. انا مش عارفه اقول لك ايه يعني، انا مش عارفه اقول لك ايه.
اركنه كده. ايه ده؟ مقص؟ حتى المقص يا يوما؟ لا ده انت كده بتجهزي ندى. اصل يا جماعه انا خلاص يعني حجزت، خطبت عمر لندى، فهي كده شكلها بتجهز ندى. يعني انت منمره ان الحاجات دي ترجع، صح؟ بعينك بعينك. تسلمي لي يا رب. ده ايه ده؟ دي علبه، بس علبه ايه بقى؟ يعني هي واضح ان هي علبه كيس مبينه. دي علبه عجين. دي علبه عجين. علبه عجين يا جماعه، دي علبه عجين. انا عندي منها بس ما عنديش بغطا بصراحه، عشان لما نعجن ما نغطيش بستريتش وكده، تتغطى بالغطا ده. ومعاها الله 6 بولات جمال، الوانهم حلوه قوي. حبيبتي حبيبتي حبيبتي، عارفه نقطه ضعفي؟ انا جوزي ما يعرفش نقطه ضعفي ايه، ما يعرفش ان انا بضعف قدام الادوات المطبخ. انت عرفتي، مش انت لوحدك بصراحه، ده انا كله في الليله دي. بتهزري؟ طبعا انا ماسكاه فانا عارفه ايه ده. الله عليكي، الله عليكي. بصوا حبيبتي علا، عيد ميلاد سعيد ليكي ولقناتك. هي بعتالي الطرد ده كان علشان عيد ميلادي 1/1، وعيد قناتي كان 12/2. هي كانت قايله لي على الهديه من 1/1، وما فيش، ما اتقابلناش، ما اتكلمناش، وما اديتهاش العنوان ونسيت. فهي عارفه ان عيد ميلادي وظبط ولحم معايا عيد ميلاد قناتي. فاختك يوما، انت حبيبتي يا يوما، يعني بجد انا مش عارفه اقول لك ايه يعني. واللوجو بتاع القناه اهو، ده اللوجو بتاع القناه. انا مش هشرب غير في ده بعد كده، بعد كده هتلاقوني على طول طالعه بشرب في ده، مش هشرب غير في ده. قلبي يا يوما، ده احافظ عليه كده لا يتكسر. خليك كده على جنب يا حاج لا تتكسر. ايه ده تاني؟ ايه ده تاني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو ايه ده؟ يعني هو من الغلاف ده اللي بيقفل الاكياس. طب بيقفلها ازاي؟ بيقفلها ازاي؟ لا كده في مكالمة تليفون بعد تصوير الفيديو ده عشان اعرف ده بيتم استعماله ازاي. ده حلو قوي في الخزين، يعني لو هو بيقفل فعلا زي ما انا شايفه كده، فده يبقى حلو قوي في الخزين. يعني انا مش عارفه اقول لك ايه بامانه يعني، والله ما عارفه اقول لك ايه. كل اللي اقدر اقوله لك تترد لك في اقرب وقت، وتترد لك احسن منها، لان انت يعني يعني مش عارفه اقول لك ايه. انا مش لاقي كلام اساسا اقوله لك، كفايه انك عارفه نقطه ضعفي. دي اخر حاجه خلاص كده. بح ده حلو قوي يعني. دي مش مكلفه، لا دي بقى اكيد مش ليا، يعني اكيد دي مش ليا، دي اكيد للعيال يعني. بس هاخدها مش هديها لحد. بجد يعني انا مش عارفه اقول لك ايه. بجد تسلم ايدك ويسلم تعبك ويسلم ذوقك، وكل سنه وانت طيبه. فاكره عيد ميلادي وفاكره عيد ميلاد قناتي، وبجد انا مش عارفه اقول لك ايه. بجد من كل قلبي ميرسي ليكي جدا جدا ولذوقك، وان شاء الله ان شاء الله تتردلك باحسن منها، لان انتي عندي غاليه قوي، كلكم عندي غاليين جدا. مش عارفه اقول لكم ايه. مش عارفه اقول لكم ايه. يلا مع السلامه واشوفكم في الفيديو الجاي.